تسابق نجوم الرياضة وأبرز الأندية العربية والعالمية تقديم العزاء لأسر ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المغرب، بينما تبرع نجوم المنتخب المغربي لكرة القدم بالدم وحث مواطنيهم على ذلك. ونقل التلفزيون الرسمي في المغرب عن وزارة الداخلية قولها يوم السبت: جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة ومركزه على بعد نحو 72 كيلومترا جنوب غربي مراكش، وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل المباراة التي كان من المقرر إقامتها السبت في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية بسبب الزلزال. لكن نجوم المنتخب المغربي الذي تأهل بالفعل إلى النهائيات التي تستضيفها ساحل العاج العام المقبل كانوا على موعد مع واجب وطني آخر. وكتب المنتخب المغربي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر: الأسود الأطلس يساهمون في عملية التبرع بالدم. وأرفق تعليق بصور عدد من نجوم المنتخب أثناء تبرعهم بالدم، بينهم المدرب وليد الركراكي وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الذي دعا المغربيين بالسير على خطاهم أيضا. وكتب حكيمي عبر المنصة نفسها: في هذا الوقت الأولوية هي إعطاء الدم للناس في حالة حرجة. التبرع بالدم مسؤولية للجميع لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، ومساعدتكم ضرورية. كما انتشر مقطع مصور يظهر ياسين بونو حارس مرمى المنتخب والهلال السعودي أثناء تبرعه بالدم. كتب بونو: تعازي لأسر الضحايا، إن لله وإنا إليه راجعون. كما أرسل الهلال الفريق الذي ضم بونو هذا الصيف من إشبيلية تعازيه عبر منصة إكس قائلا: حفظ الله المغرب وأهلها، تعازينا للمغرب. وبادر النصر وعدد من أندية الدوري السعودي وكذلك رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم ونادي الأهلي والزمالك المصريان بتقديم واجب العزاء للمغرب. ولم يقتصر الأمر على الأندية ونجوم الرياضة العربية، إذ شملت القائمة الإيطالي كارلو أنشيلوتي ومسعود أوزيل. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا السبت الوقوف دقيقة صمت قبل مباريات المنتخبات والأندية التابعة حتى 21 الشهر الحالي، حدادا على ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المغرب. قال اليويفا في بيان: سيقف اليويفا دقيقة حداد في كل مباريات المنتخبات والأندية بدءا من الغد الأحد وحتى 21 سبتمبر، تكريما لذكرى ضحايا الزلزال المأساوي في المغرب. وأبدى اليويفا دعمه للشعب المغربي في مثل هذه الأوقات العصيبة.